بالله بس جاوبني شلون حركتي لابس لك فروة وانا عم بحكي عن مسلسل مولانا. بالله قول لي خطير ولا مش خطير؟ يعني الحنكي بتشرشر من كواعه، يعني بيمشي وبينقط حنكي، بيمشي وبينقط حنكي من كواعه. طبعا لا تواخذني على المكان اللي عم بصور لك فيه هاي المرة، بس اني وعدتك اني اعمل لك حلقة عن هالمسلسل لانه مستفزني شوي للامانة، مش لاني وعدتك بس خلص هاي وفيت لك بوعدي بعد 20 حلقة. وحاليا اهلا وسهلا فيك بالحديث عن مسلسل مولانا من بطولة تيم حسن ومن اخراج سامر برقاوي ومن كتابة لبنى مشلح هاي المرة مش عمر ابو سعدة. وشوف نحن حكينا بالمرة الماضية بالحلقة المجمعة انه مسلسل مولانا تيم حسن مهووس بالترند، عم بيلحق موضوع المسبات كثير، عم بيدخله بكل حلقة تقريبا ومستمر على هالشيء للحلقة 20. وانا بعدني عند رأيي بصراحة مش راح اغيره، انه هالشيء هو عم بينزع تيم حسن وعم بينزع مسلسلاته. بس حتى اذا بدنا نشيل خلص موضوع المسبات على جنب، فالمسلسل كمسلسل يعني رغم كل الضجة اللي هو عاملها للأمانة اذا بدي اقارنهم مع اعمال تيم حسن، تجارب تيم حسن باخر السنين، فاني بشوفه انه هو فعلا اقلهن. يعني انا بشوف انه هو ابطأ من الزند بكثير، هو اقل ابهارا من تاج. الابهار اللي كان عندك بتاج حتى لو تاج كان بطيء بس فعلا كنت منبهر بالاخراج ومنبهر بالصورة. وللأمانة هو كمان اقل تشويقا من تحت سابع ارض، مع انه تحت سابع ارض باخره تقريبا اخر 10 حلقات او اخر 15 حلقة كان كلياته عجق، في عجق احداث، في احداث غير منطقية، بس على الاقل تحت سابع ارض كان فيه تشويق فعلا انا مش شايفه ابدا من مولانا. وحاليا انت اذا بتركز بالمسلسل، انا مشكلتي معه مش انه بطيء، يعني مش بس والله انه ما فيهوش احداث، لا هم عم بيحاولوا يخلقوا احداث اذا بتركز، بس هم عم بيوصلوا انه يخلقوا حدث يوصلوا لذروته لهذا الحدث باخر الحلقة، بعدين ينهوا لك الحدث بالحلقة اللي بعدها بطريقة بايخة جدا، لانه هم طبيعي جدا انه بدهم يعبوا 30 حلقة، بدهم مش يعملوا مسلسل 15 حلقة. اوكي انا مش مشكلتي انه انت عم تخلق حدث، عم بتحاول انه انت تعبي الموضوع باحداث مشوقة كثيرة وتنزل لي الشارة واظل استنى ثاني يوم لاشوف الحدث شو صار فيه. انا مشكلتي بس انه انت شلون عم تنهي هذا الحدث، يعني عم طريقة انهاء الاحداث يا جماعة بايخة جدا. احيانا بتحس حالك انه انتم كل هالتمهيد اللي انتم عملتوه، كل هالبناء اللي انتم عملتوه للحدث المعين هذا صار عم تبنوا له تقريبا 3 حلقات عم بينتهي بهاي الطريقة السخيفة. يعني انت اذا بتركز من بعد الحلقة العاشرة صار تقريبا 3 احداث كثير مهمة بالمسلسل، هن عبن ال10 حلقات. اول حدث هو مقتل ابو ربيع بعرسه بعد ما كان بده يتجوز اخته لجواد، انه انقتل والله، والثكنة كانت تعمل فتنة بين اهل الضيعة وهجموا عيلة ابو ربيع على بيت مولانا مشان ياخذوا جواد ومشان ياخذوا رفيقه ومشان ياخذوا اخته وكذا، وانتهت الحلقة. انت هون فعلا وصلت لذروة الحدث، انه خلص انت شوقتني وعندي اشوف الحلقة الجاية شو بده يصير. انت شلون نهيت الحدث؟ مشكلتي بالنهاية الاحداث اللي انت عم تعملها انه هي مش بس بايخة، لا هي كمان غير منطقية احيانا. يعني في حركات عم بيعملها تيم حسن او ما له دخل تيم حسن للامانة، وله علاقة الكاتب او سامر برقاوي، انه غير منطقيه وغير مفهومه. يعني انه تيم حسن ليش جاب اخته لجواد وحط السكين على رقبتها وهي العروس؟ هم العيله واضح انه هم العيله كعيله هم بدهم جواد وبدهم رفيقه، بدهم مش العروس اصلا، بس انه خلص هي حركات انه انت تحط عليه وجهها طين وتحط السكين على رقبتها، وانه تيم حسن كانه مولانا هو بصير يعمل حركات غير منطقيه، ومنى واصف بتطبل له بالمسلسل انت بتعرفش ليش. الحدث الثاني انه انت ضليت تقريبا 15 حلقه عم تفرجيني علاء الزعبي اللي هو الشرطي عم بيلاحق تيم حسن وعم بيلاحق ماضيه، وراح لعند اخته وشاف صورته وكشفه وكذا، وفرجيتي تيم حسن انه هو بده يقتله على اساس بالاخر ما قتله. فانت هون كمان ظليتك تبني لحدث وبالاخر ما نهيت. انا للامانه من علي هذا الحدث تحديدا فيني احكي لك انه انا حبيته انه هو ما قتله، لانه ببساطه يعني تيم حسن باخر مسلسلات دائما صار يطلع لك انه هو المجرم اللي له مبررات، انه انت بتصير تشوف انه هو قتل باول مسلسل هو مش مجرم، بس لانه في مبررات له بعدين بنص المسلسل لازم يعمل شغله غلطه تشوف تحوله عن خلالها. هاي المره هو غير الشيء، مش نفس تحت سابع ارض على سبيل المثال. يعني تحت سابع ارض المقدم موسى لما قتل هذا الضابط اللي كشفه، لما اخوه قتله ومقدم موسى صار يخبي جثته، هون انت صرت تعرف خلص انه موسى تحول لمجرم اصلا وتحول لواحد عليه ذنب. انا مش شايف لحد الان انه جابر عليه ذنب غير انه هو كاذب على اهل الضيعه. كنت متوقع اي نعم لما علاء الزعبي صار ينكش وراه انه هذا علاء الزعبي راح يقتله تيم حسن بالاخر، وانت تصير انه تشوف انه تيم حسن شلون تحول لمجرم. حاليا لا، انت فرجيتني انه لا، بعد في طيبه جابر موجوده، بعد فرجيتني انه في بعد جابر اللي ما بيقتل الفاره لما يمسكها لما كان هو شهل ببيتهم، هو فعليا لازم ما يقتلش هذا المقدم. الحدث الثالث هو حاليا بالحلقه 19 لما انت جبت لي نانسي خوري انه اجوا اهلها بدهم يقتلوها وبدهم يذبحوها وخلاص، يعني فرجيتني انه ابن عمها حاط السكين على رقبتها 1000 مره تقريبا، 3 مشاهد 4 مشاهد وانت بس تشوف انه هو بده يقتلها، والله عم بيوجهوا المسدسات على بعض الشرطه والجيش انه لا اقتلها ولا تقتلها. اخر شيء بتفرجيني انه في حيه والله مش جايبها هي العلامه، وبتطلع منى واصف بتقول هاي علامه، وبيجي تيم حسن. انا فاهم عليك انه انت بدك تنهي الحدث انه تيم حسن بتجوزها، بس يعني خلاص فيك كان تعمله بطريقه ثانيه. يعني ليش موضوع الحيه هذا بتنزل من الشجره، وليش تيم حسن لازم والله يخطب من المئذنه ما يروح لعندهم هو لحاله؟ في شغلات غير منطقيه بتمضي وقت بتحسها. يعني راح تقريبا نص الحلقه على شيء انت كان فيك تنهي لي
اياه من الحلقه الماضيه، من نهايه الحلقه الماضيه، مش ضروري لهذا التشويق اللي انت بس عم بتعبي فيه المسلسل. شوف انا بدي احكي بموضوع مش كثير ناس راح تحكي لك اياه، يعني انا متابع بصراحه شو بتكتب الناس على المسلسل، شايف التاويلات للمسلسل اللي هي مبالغ فيها شوي، يعني بتحس انه نحن بسوريا من كثر ما بنحكي مواضيع الطائفيه وكذا صرنا نفسر اي مسلسل على كيفنا. يعني في ناس حاليا بتحكي لك انه هو هذا المسلسل عم بيحكي عن العلويين، العلويين هم اللي بيآمنوا بهيك شغلات، في ناس تقول لك لا 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 هو مش علويين هم اسماعيليه عندهم هيك معتقدات، في ناس تحكي لك ما بعرف شو. يا جماعه هو هذا الموضوع يعني انا فيني اسقط لك اياه على اي طائفه بسوريا، معلش يعني حتى الطائفه السنيه، يا جماعه نحن عندنا ناس بتآمن بهيك مواضيع مولانا وما مولانا وكذا والبركه وهاي الشغلات، فهم يعني ما توقعش ابدا انهم قاصدين شيء معين او قاصدين والله انه يسقطوا على طائفه معينه. الموضوع مش دائما لازم يكون بالعمق اللي انت بتفكر فيه. وحتى لتعرف الموضوع قديش معشش براسنا، ناس بتقول لك هو لا عم بيقلد احمد الشرع، حطت الليمون وهون انه هي رشه عطر، والله وشوف المسلسل رسائله، هو مش انه والله هو ظاهريا انه عم بيحكي عن النظام، بس هو كمان عم بيحكي عن الفتره الحاليه. انا ما عم بحكي انه العالم هي بس انه عم بتروح بخيالها زياده عن اللزوم، لا هم كمان صناع العمل عم بيعتمدوا انه مناواصف تقول فشرته، انه اسقاط معين على احداث الساحل، انه كذا تيم حسن يعمل حركات، انه بالضيعه السلم اهلي، يذكروا لك موضوع السلم الاهلي. هم للامانه اذا بدي احكي لك اني وجهه نظري بالموضوع، الضياع هذا اللي عمليته العالم والاسقاطات اللي عم بتضيع بينها العالم، هم صناع العمل، هم سببه. يعني هم عم بيسقطوا على كثير امور، مع انه هم للامانه قصه المسلسل انا شايفها هي اسخف يعني من موضوع انه يلمحوا لك على شيء معين. هم قاصدين هالشيء بس للترندات مش اكثر، انا واثق من هالشيء، واثق انه مش قصدهم على حدا ولا هم همهم انه يكونوا موجهين ضد حدا. على فكره حتى يعني ضد النظام، اذا بنحكي انه ضد النظام، انه انت بتشوف المسلسل انه والله تيم حسن عم بيقلد بشار الاسد، والله في جيش وفارس الحلو عم بيعبر عن النظام وكذا، لا هم حتى سرديه الثوره هم مش متبعينها زياده عن اللزوم، يعني هم مش متبنين سرديه الثوره. هو هذا المسلسل انا شايف انه هو مسلسل طبيعي كان بيطلع ايام النظام، يعني مش شايف انه هم والله كاسرين خطوط النظام اللي كانت بالمسلسلات الماضيه ابدا. يعني هم بس على فكره لو مغيرين المؤسسه العسكريه اللي هي ثكنه، مغيرينها بس بفرع امني، انه كان فارس حلو هو ضابط امن مش ضابط جيش، كان راح يمرق المسلسل عادي جدا بدون والله بس تقليد بشار الاسد. اما كل اللي بالمسلسل كان يمرق بمسلسلات النظام عادي جدا، يعني ما بدناش نعمل فيها والله هم تحرروا وعم بيحكوا سرديه الثوره، لا ما فيش سرديه ثوره بالموضوع اصلا. انا بقول لك النظام كان يركز بس على المؤسسه العسكريه اكثر من الامنيه بالمسلسلات، انه لا تجيبوا سيرتها، وطلعوا دائما العساكر انهم شريفين. وحتى مو بهذا المسلسل هم عاملين لك انه في عساكر والله مجبورين، في عساكر هم بيكرهوا العقيد، في عساكر هم اساسا ضد النظام مع مولانا، فيعني هم عاملين لك انه لا في مجبورين وفي عساكر سيئين وفي عساكر كويسين، وهذا الشيء كان يطلع ايام النظام عادي. ممكن قصه المجزره هاي انه ما كانش تطلع ايام النظام، انت اوكي طلعت انه في صور وفي وثائق هم عم بيدعسوا على الجثث، اوكي، بس يعني برجع بحكي لك التاويلات اللي ببال العالم ما بتوقعش انه كثير المسلسل كان متبنيها، يعني والله سامر برقاوي وتيم حسن كانوا متبنينها لدرجه. وشوف اذا بدي احكي هاي المره مش بس عن ترندات تيم حسن، بدي احكي عن تمثيل تيم حسن. يا جماعه انا بالنسبه لي تيم حسن هو احسن ممثل سوري كان بيجيله، انا بشوفه احسن من باسل الخياط بالمناسبه، بحب اعماله اكثر من باسل الخياط، بحب اعماله اكثر من قصي خولي، بحب تجاربه اللي هو عملها. ومش جاي احكي لك والله انت مش مستني حدا، انا متوقع حاليا مش مستني حدا يحكي عن تيم حسن انه هو بيعرف يمثل او ما بيعرفش يمثل. يعني تيم حسن عادي بيعمل لك مشهد تبع لما كان بالمعتقل، بتشوف تمثيله فيه، بتشوف التمثيل البيور تبع تيم حسن اللي انت بتعرفه من طول عمرك انه هو واحد بيعرف يمثل. بس تعرف شو اللي نازعه هاي المره؟ يعني تجاربه التمثيليه الاخيره اللي بيعملها باخر السنين اللي قلت لك يعني تاج وكذا وهاي، هو مش ما كانش يقدم فيهن اداء تمثيلي خارق مثل ما كان يقدم ببداياته، بس للامانه هن احسن من تمثيل مولانا. ليش؟ لانه تيم حسن نرجع موضوع الترندات، انه ليش موضوع المزح هذا زياده عن اللزوم يعني بالشخصيه، شو فائدته بالشخصيه؟ والمشكله انا مشكلتي الحقيقيه انه موضوع المزح هذا تبعه دائما عم بيجي بمشاهد هي ما بتحملش المزح، انا بديش اياك تمزح فيها، ما بديش اياك خلص بدك تطلع ترند، بدك تطلع انه شخصيه كوميديه، خلص طلعها بمشاهد ثانيه، طلعها بمشاهدك مع شهله، ما عنديش مشكله، بس انه دائما انت بكل مواجهه مع كفاح مع فارس الحلو تعمل لي تقلد لي حدا او تعمل لي شيء مزح او تعمل لي شيء ضحك، وانت الموضوع ما يعني مش ظابط على موقعك انت بالمسلسل اصلا. يعني المزح لو كان يطلع او المسخره كانت تطلع من فارس الحلو كان الموضوع بالنسبه لي مبرر جدا. ليش؟ لانه هاي المسخره كانت رح تطلع مبنيه على العنجهيه تبعت العقيد، العنجهيه اللي جاي من مصدر قوه، انه هو جاي يتمسخر عليك، انه هي هاي بشيء بشخصيته مشان يهينك، بس انه جابر بكل مره بيلتقي فيها بالعقيد لازم مره لما قطع الالغام بالمواجهه بيناتهم لما كانوا يتفقوا على الارض اللي هي لازم تكون كثير جديه، راح قلد لي ياسر العظمه.
مشيناه خلص هو بده يقلد ياسر العظمي مشان تنحط بالبرومو. بعديها لما اجى العقيد اقتحم بيته كسر له الزيت واخذ ماب منير وما بعرف شو، خلص نهينا الحلقه بطريقه ممتازه جدا. لازم تيم حسن يقلد لي بشار الاسد. طب شو فائده تقليد بشار الاسد حاليا؟ يعني اول شيء ممكن اجي لك بشق شق مختلف تماما، انه ما فيش مواطن سوري كان يقلد بشار الاسد ويتمسخر عليه قدام عقيد بالجيش. هذا الشيء من وحي الخيال اصلا. لا تقولي لا مواطن كندي ولا مش مواطن كندي. يعني في صحفي امريكي اختفى عن نظام الاسد جاي تقولي انه انت مواطن كندي؟ بس حتى اذا حشلت لك السيره على جنب، انت لازم تحسسني بخوفك انت اصلا من العقيد. توتر الموقف، شو انطباعاته عليك، خاصه انه انت جابر مش مولانا. يعني انت هذا الموضوع بحاس انه تيم حسن نسيانه اصلا، انه لازم يكون بشخصيتين مش بشخصيه واحده. انت اني ما وصلنيش شعور ولا 1% من بدايه المسلسل انه مولانا هو جابر اللي كان معتقل مثلا، او جابر اللي بيخاف، او جابر الدرويش حفار القبور. ما وصلنيش. هو فورا خلص لبس دور مولانا وصار يتمسخر على عقيد الجيش وصار يتمسخر مع العالم. هو بالنسبه له بس انه هو عم بيعمل هاي الحركه وعم بيحط لي ليمونتين انه هو صار مولانا. بس انت لازم تخليني اني كمشاهد اصدق انه انت مولانا. انا مش فاهم شلون اهل الضيعه مصدقينك انه انت مولانا اصلا. يعني شلون اهل الضيعه اقتنعوا انه انت والله سليم العادل مش جابر، مع انه انت ما غيرتش شيء بشخصيتك. انت بعدك بس هيك عم تعمل، بس انه بشويه هدوء اكثر. بس لازم تعيش الدور فعلا. لازم تفرجيني انه انت كمولانا قدام العالم شيء، ولا تفرجيني جابر مثلا قدام شهله شيء ثاني تماما. بس لا، انت عايش الدور كانه هو خلص. يعني مش مقنعني انا شخصيا، فشلون مقنع اهل الضيعه؟ ما حدا مقتنع معه غير منى واصف بالمناسبه. في صراع بين الشخصيتين كان لازم يصير. على فكره انت عملته بالمقدم موسى السنه الماضيه بتاعت سابع ارض، انت هاي المره ما عملتوش. في صراع وتيجي نقطة تحول مثلا تقلبك انت. والله نقطة تحول اوكي تكون حلوة، انه انت كنت متوقعها انه هو لما يقتل علاء الزعبي، انه لو قتلوه كان هاي نقطة تحول. بس لحد الان انت تحولت بدون اي نقطة تحول مذكورة. نور علي انا للامانة كان اول دور بشوفه إلها كان السنة الماضية بالبطل، وكانت هي محور الاحداث، وكانت هي محرك الاحداث، وقصتها هي اهم قصة بالمسلسل. وانا بالنسبة لي، مع ناس كثير بتحكي عنها ما بتعرفش تمثل، انا بالنسبة لي كانت ممتازة السنة الماضية بالبطل، وفعلا شالت الدور وقدمت اداء تمثيلي حلو مع الليث حجو. حاليا هي عم تعمل الدور اللي هو دائما تيم حسن لما يمثل مع اي انثى يعني بمسلسل هي بتكون ردة فعل له مش أكثر. بس هي جامدة زيادة عن اللزوم. أنا مع العالم اللي عم تنتقدها. يعني في حتى موضوع حرف الإش اللي عم بيطلع معها إس هذا كمان مستفز. بس يعني هي مش شايفة إنه هي يعني مهمة بالقصة كلياتها. أوكي، مع إنه أنت بتخيل إنه هي أخته وهي اللي جابته وهي اللي خلته أصلا وافقت إنه هو يمثل دور مولانا وكذا. بس بصراحة أنت بتيجي من أول حلقة لحاليا للحلقة 20 بشوف إن دور نانسي خوري أهم منها مثلا. يعني هي مش والله محورية كثير بالأحداث. والأهم انه هاي القصة الحب هاي بينها وبين تيم حسن هي ما بنالهاش بليرة. يعني ما شفتش اي بناء للموضوع ان هم بيحبوا بعض. انت بس فجأة شفت خطيبها بيجي تيم حسن بيقلعه، بعدين هي حبته لتيم حسن هيك لا بالله. وهذا الشيء دائما بصير بمسلسلات تيم حسن للامانه، انه خلص في وحده لازم تحبه. بس هم لو يفهموا انه هي راح تحبه، انا مش مختلف معك يا اخي، ان شاء الله خليها تحبه، بس على الاقل ابني لي الموضوع ولو شعره. يعني ابني لي الموضوع حسسني انه هي عم بتفكر بس بالموضوع انه هي بتحبه، مش فجأة انه هي مو عم بتتخذ. يعني هاي نقطتي انه تيم حسن وسامر برقاوي فعلا وصلوا لمرحله استسهال مبالغ فيها. استسهال بالترندات، انه اي شيء لازم ينقال، استسهال بقصة الحب، ببناء الاحداث، بانهاء الاحداث. في استسهال مبالغ فيه بالمسلسل، والناس كلها عم بتطبل. انا للامانه مش عارف ليش. فارس حلو لحد الان ماسك الدور، اداؤه حلو، اداؤه هادي، بتحسه مش طالع الرعب الكثير من العقيد. بس انا بتوقع انه الشيء بيشبه تاج مثلا. اللي حضر تاج بيعرف انه تاج كان للحلقه 22 ممل، بعدين ولع المسلسل وطلعت شخصيه الجنرال هذا قديش هي مرعبه وقديش هي اجراميه. فبتوقع فارس الحلو لما تيجي وقت المعركه اللي عم بيحضرها تيم حسن انه يطلع الرعب تبعه لاي درجه هو وحشي فعلا. وفي اسقاطات حلوه بالمسلسل بحوارات فارس الحلو، لما يقول لك والله اني كنت كثير شاطر بالديانه، لما قال الدكتور انه والله يعني كان نفسي اكون دكتور بس ابوي ما خلاني. هذا الشيء يعني اسقاط فعلا على حقدهم هم على الدارسين. يعني انت كنت تحسه اصلا لما تتعامل مع اي حدا فيهم، او لما يجي هم على الحاجز او كذا، كنت تحس فعلا ان هم كرهانينك لانه انت دارس. فالاسقاطات حلوه يعني. وكمان في شغله انه اني والله كنت اخذ اوامري من القصر الجمهوري، بس لاني غلطت مع ابن المعلم شلفوني لهي المنطقه. حقده على النظام هو اصلا، لانه النظام مش مهتم للجيش كثير. هاي كمان شغلات حلوه. يعني هاي الاسقاطات حلوه، بس لو نفرش لها شوي، او لو بدل ما تفرجيني فارس الحلو هو طول نهاره قاعد والله وبلشان بالولد اللي هو بده يسقطه وكذا، كنت فرجيني هاي الصراعات بشخصيه فارس الحلو، انه هو زعلان انه هو لاي درجه عنده نظريه استحقاق مثلا، انه هو انتقل من اوامر بالقصر الجمهوري لضيعه الحدود. هذا الشيء فعلا انت بتفرجيني نظريه الاستحقاق هاي اللي بتصيب ضباط الامن او ضباط الجيش، انه نحن احسن من المتعلمين، نحن اللي بندافع عن الوطن، نحن اللي لازم ندعسكم، نحن اللي كذا، نحن الكذا احسن. فياريت يطلع بالحلقات الجايه كمبرر للاجرام اللي هو راح يعمله. هو ببساطه بتحس المسلسل فيه شغلات
ممكن تستغل، ممكن ينفرش لها فرش حلو بهذول 10 حلقات اللي انت بدك تعبيهم باي شيء احسن ب1000 مره من اللي انت عملته. وسيم قزق يمكن هو الوحيد اللي مش راح ننتقده للامانه، عامل دور رائع بدور مش كثير حابه. وهو بالمناسبه وسيم قزق يعني من ايام اذا بتتذكر الهيبه لما كان 11 تبع ياسر ترجم له، هو ممثل خطير وهو استاذ اساسا بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، فهو معلمهم كلياتهم لهدول الشباب اللي عم بيمثلوا بالمسلسل. وفعلا بتحسه حلو، يعني بتحسه ان هم عاملين له دور، مش انه والله هو مجنون او مبروك الضيعه اللي ما حدا معه خبره وكذا. حتى علاقته مع جواد كثير حلوه، لما اعتقلوه اساسا وصار بده يداوي جواد وكذا، مشاهده فعلا لما يطلع بالمسلسل انا شايفه انه هو واحد من احسن ممثلين رمضان السنه. بس انا بدي انبه على شغله، اني انا مش حابه انه هو يطلع عاقل. يعني بالمناسبه في كثير ناس عم تتوقع انه هو بالاخر راح يطلع انه هو العاقل اللي كان يضحك اهل الضيعه كلياتهم ويضحك على الجيش. انا مش حابه ابدا انه هاي والله الغدره اللي بدك تعملها فيني، وانه على اساس انه نحن متفاجئين وكذا. لا، انا بحب اخبرك انه كل العالم متوقعيتها، فيا ريت ما تعملها لانه هي مش حلو. انا مش حابب انه مش يطلع انه هو عاقل ويطلع انه والله هو كان يمثل على العالم. لا ابدا، فيك تعمل لي شيء. يعني انا حاب نهايه مش تكون انه ينقتل عقيد الجيش مثلا. ما دامك تحابه انه هو نعامله انت انه هو بيحبها لشهله، ممكن هو يجي يدافع عن شهله فانت تيجي تقتله. او والله وقت المعركه المواجهه المسلحه بيناتكم انه انت تعتقله مثلا ولا تاخذ منه معلومات وتظل تضربه وتعذبه لحتى تقتله مثلا. بعرف اني سادي زياده عن اللزوم يعني، بس بصراحه هاي القصه صارت عندي بالحاره. يعني في اذن الجامع بزماناته عندنا كان درويش يعني، ففعلا الامن لما دخل على الجامع اعتقله وظل عندهم تقريبا 40 يوم يضربوه، بدهم اياه يعترف، وهو اساسا الزلمه مش بعقله تماما يعني. فهي القصص فعلا صارت بسوريا يعني، مش غريبه جدا. وراح تكون نهايه دراميه لقصه انه حبوها العالم كثير وكذا، احسن لي مما طلعوا عاقلا بالنسبه لي. واذا عملتها خذها من عمك المحنك، ما دامكم بعدكم عم بتصوروا المسلسل يعني كاتبه المسلسل يا ريت تتغير يعني، اسرقي مني مو مشكله يعني. شو بدي اعمل؟ اني حناكتي دائما بوزعها للعالم. خذيها هاي الفكره مني واقتلي لها، مش بالاخر راح تاخذي ترند فعلا يطغى على السوشيال ميديا كلها. جابرييل مالكي للامانه بيستحق المديح اللي عم بمدحه. انا بصراحه شايفه بادوار قبل هالمره، مش عارف ليش العالم مستغربه. لما كان شعره طويل بس هو كانت مشكلته بشعره تقريبا، مش هيك ما كنتش طايقه ابدا. بس بهذا الدور فعلا عامل اداء حلو. الحلقه 19 عمل فيها اداء رهيب لما كان كلياته دم، بس خربها يعني. هو مالوش ذنب، هو كاتب المسلسل هو اللي خرب له اياها بالحلقه 20. انه كل الصياح وكل كذا على حبه وهاي زينه راح على الفاضي بالحلقه 20. اذا مش حاضرها احضرها احسن ما احرق لك اياها. بس المهم فعلا انه بتحسه عم بيسرق الكاميرا بكل مره عم تيجي مشاهد عليه. بالمقابل يعني دائما بمدحه لسليمان رزق اللي يعني مدحته السنه الماضيه، وكنت بدي دور اكبر له بتحت سابع ارض لما مات باول 5 حلقات. مال القبان كان عامل دور كثير حلو. انا هاي المره مش مقتنع بدوره كثير، مش موصل لي. أنا بالنسبة لي مش موصل لي سليمان رزق دور الجبان يعني. هو أوكي، هو مغير طريقة كلامه شوي، إنه والله بيرجف شوي أوكي، بس مش موصل لي إنه هو خويف مثلا. ما بعرفش ليش يعني، مش موصل لي الشعور كثير. أنا واثق إنه بالآخر نهايته راح تكون إنه هو راح يعمل موقف بطولي بالمعركة اللي راح تصير، يا راح يفدي جواد بدمه يا راح يفدي حبيبته بدمه. انا اتوقع انه هو يموت بالنهايه. مش عارف ليش عم بوزع افكاري يعني. تعال يا زميلي انك نكتب مسلسل، والله بيطلع احلى من نص مسلسلات رمضان اللي عم نحضرها. جمال علي بصراحه اني حاب دوره كواحد لألوء يعني للسلطه وللنظام، بس يعني انا كنت حاب انه يا ريت يستفيد من الموضوع، انه احنا كنا نشوف اللي بيلألئوا للسلطه كانوا يستفيدوا شوي يعني. اوكي حلو منظر والله، هي فعلا هي النظام كان هيك يتعامل مع الناس اللي بتلقلق له كثير، انه والله لما شد له اذانه ولما راح قتله قدام بناته، ولما يقول لك انه العقيد صاحبي وكذا، لما يوقف كل ما يوقف العقيد بتحسه بيلحس للعقيد كثير. هاي الشخصيات كنا نشوفها، بس كانت تستفيد اكثر بشوي من موضوع والله انه هو مساعد المختار او النيابه عن المختار وكذا. حلوه الجمله اللي قالها فارس حلو له، انه شو بدك بالشعب، تعال حطك بمجلس الشعب واني بنتخبك. بس بشكل عام تدخلاته الكوميديه بالمسلسل عم تطلع حلوه، وانا هذا فكرتي مع تيم حسن بالمناسبه، انه انت لما بدك تضيف كوميديا للمسلسل لازم انت تعرف انه مش ضروري انت بشخصيه مولانا تطلع منك الكوميديا دايما. انه انت خلص انت بشخصيه مولانا انت لازم تمثل على العالم وتمثل عليه انه انت مولانا، خليك جامد وجيب شخصيه ثانيه بالمسلسل تكون هي اللي تعطي الضحك، هي اللي تعطي النكت، هي اللي تعطي المسخره دائما. مثل جمال علي، حط وسيم قزق، حطهم هذول هم العنصر الكوميدي عندك، بيعلوا لك المشهد، بيعلوا لك كل مشاهدك بالكوميديا، مش ضروري انه انت تطلع بالكوميديا. واخيرا اخر حدا بدي احكي عنه هو منى واصف. عم بشوف كثير انتقادات لها ما شاء الله يعني، الناس صايره تنتقد ويعني بتفوت بالمحرمات تبعت الدراما السوريه وتنتقد منى واصف. انا مع الموضوع للامانه. في ناس كثير اوكي عم تحكي لك انه هو دورها دائما عم بيكون مكرر، انه هي المراه اللي بتكون هي انه كل الضيعه بتحترمها، وهي لما تحكي الكل بيسكت، لازم يسكت. لمنى واصف ما بتعرفش ليش يعني، بتعرفش ليش دائما هو كلامها مش مهم اصلا اللي بتحكيه بالضيعه. بس انا شايف انه يا جماعه يعني انتقاد منى واصف للامانه هدوها شوي، لانه هي يعني عمر منى واصف شو بدها تمثل لك ادوار يعني مش شايف اللي دائما بيحكوا لك شو انه والله منى واصف شو بدها تمثل يعني دائما هي بتطلع بدور الام، دائما بتطلع بدور القويه، دائما بتطلع
ما هي مناصف، يعني هي مناصف خلاص، هي نوعت بمسيرتها بما فيه الكفايه. يا جماعه يعني بهذا العمر شو بدها تمثل فعلا غير هاي الادوار؟ انه معك حق، موضوع اهميتها هاي لما تحكي شغلات مش مهمه ليش كل الضيعه بتركز معها، معك حق وانا مش فاهمه، بس مثل ما حكيت لك مشيها يعني. وبس هاي كان كل شيء بالنسبه لي عن مسلسل مولانا. يا ريت تعطي رايك بالتعليقات بكل شيء حكيته، تناقشني بوجهات نظري اللي حكيت لك اياها. هل انت عاجبك المسلسل او لا؟ هل انت مع انتقاداتي او لا؟ وتحكي لي شو هو المسلسل الجاي اللي بدك ايانا نحلله. كان معكم طارق حريري، محنك الاعظم دائما وابدا بهذا الكون، اللي ما غدرتك هاي المره، من طول عمري بغدرك، بس شوف الاوضاع اللي عم بصور لك فيها. ومدح لي فروتي بالله بالتعليقات، يا ريت تمدح لي وتقول لي والله ما يبلى وما يتخ وتيم حسن يا زميل، انت عمه لتيم حسن، عم اعمامه لتيم حسن، دخيل عينك اكتب لي بالتعليقات لاني بحب التطبيل. سلام.